حاجة كده لا يمكن البيت يستغنى عنها، هي كوباية حمص الشام اللي طالع منها البخار الدافي ده، جنبها كده دقة وشطة وليمون، حاجة كده تدفينا وتزود المناعة في الشتاء. ربع كيلو حمص شام نقعته في ميه لمدة 3 ساعات، وبعد كده غليت ميه ونزلته يتسلق. اول ما ابتدى اخد نص سلقة كده نزلت عليه ببصلاية مقطوعة نصين واربع فصوص توم. ما تحطوش ملح يا جماعة وانتوا بتسلقوه لسه علشان ما يزودش مدة السلق. حطيت شطة معلقة كبيرة ومعلقة ونص او حوالي معلقتين كبار كمون، وقلت الملح هتبقى في الاخر. بعد كده 4 طماطميات معصورين بس مش عصر كامل، نص عصرة كده. اول ما اخد غلوة طلعت حبة في طبق، مقدار مغرفتين في طبق كده بره، علشان اعمل الدقة بتاعته. الدقة ما بتعملش في الحلة على طول عشان ما تمررش، وعشان لو حد مش بيحب يشرب الدقة بتاعة الحمص. حطيت هنا معلقة شاي توم مفروم، وابتديت بقى اجهز المكونات بتاعته. عبارة عن بابريكا، ودي تقدروا تستغنوا عنها عادي، بس انا بحبها تدي لون اغنى كده للدقة بتاعة الحمص. وحطيت كمون، وحطيت سيكة شطة صغيرة علشان لو في حد ما بيحبش يشرب الشطة يبقى في سنة صغيرة كده مدية طعم للحمص. وبعد كده حطيت كزبرة ناشفة. وفي المية بتاعت الدقة بتاعت الحمص الشام هنا نحط ملح، لان احنا لسه ما كناش حطينا ملح في الحلة. فالطبيعي ان انت تحطي ملح على الكوبايه بتاعت الدقه. بصوا البخار طالع ازاي، انا عايزه اقول لكم ان انا وانا بعمله كنت دافيانه جدا. وبعد كده حطيت معلقه ونص او معلقتين كبار خل. وطبعا كل ما هتزودي الكميه بتاعت الميه دي كل ما هتزودي المكونات دي. وبعد كده في طبق تاني بقى لون مختلف عشان ما نتلخبطش، حطيت الشطه او الكميه اللي احنا عايزينها من الشطه، وخدت من الدقه نصها تقريبا حطيتها على الشطه، بحيث ان احنا كده الكميه الاولانيه اللي احنا طلعناها نصها بقى دقه ونصها شطه. قلبتهم بقى كويس، وابتديت بقى اروح عند الحله علشان اشوف ايه الاخبار، الحمص كله استوى كده وبقى طعمه لذيذ ولا ايه النظام. بعد كده لما لقيته استوى حطيت الملح. طبعا انتوا بتحطوا الملح وتبداوا تدوقوا، انا ما اقدرش اقول لكم كميه معينه عشان توصلوا للمذاق اللي انتوا عايزينه. وهنا كان حمص الشام خلاص جاهز بقى، حاجتي كلها جاهزه. عايزه اقول لكم ان انا عملته ب 12 جنيه، ربع الكيلو كان ب 12 جنيه. وحقيقي طعمه كان حلو جدا، احلى من بره، والكميه كانت تكفي من 4 ل6 افراد. تحطوا بقى عليه الحاجه اللي انتوا عايزينها وتشربوه بألف هنا وشفا. متنسوش تعملوا اشتراك، او لو انتوا على تيك توك تعملوا لي متابعه، وما تنسوش ان انتوا تدعموا محتواي علشان اقدر اقدم لكم فيديوهات اكتر واكتر.